ثانيا الأخلاق الإسلامية تمتاز بعدم سلبيتها، بعدم سلبيتها. ومعنى عدم سلبيتها يعني ايه؟ اسمها هي السلبية. السلبية أن لا تفعل شيئا، والإيجابية أن تفعل. فإذا رأيت في بعض الأخلاق الإسلامية صفة يقال لها مثلا صفة سلبية، مثلا الحلم، واحد أساءك فحلمت عليه، الحلم لم تعمل به شيئا وانت عملت شيء، ده مسألة سكت، والسكوت سلبي أم غير أم إيجابي؟ السكوت سلبي. ظاهر الأمر أن كلها من الأخلاق الإسلامية فيها سلبية. نقول له لا، أنت لا تنظر إلى السلبية هذه، وإنما انظر إلى ما نشأ عن السلبية من إيجابية. إزاي؟ أم قال لك لأن معنى أنك حلمت أنك قاومت قوة غضبية كانت في نفسك، فالصراع لم يكن صراعا ماديا حتى تقول مفيش إيجابية، وإنما الصراع صراع إيه؟ نفسي.